أهو شايف العيل الصغير اللي هناك ده؟ النظرية بقى بتقول إن ده هيفشخهم كلهم في الجزء التاني. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف الحلقات أول بأول، وشير الحلقة عشان هقولك بلاوي دلوقتي. فاكرين فيلم فيس أوف؟ الفيلم اللي عبارة عن صراع بين ضابط شريف وهو شون أرتشر وبين المجرم كاستر تروي. الصراع بيمتد لسنوات بيموت فيهم كاستر تروي ابن أرتشر بالغلط، بيتحول كالعادة لأكتر من مجرد صراع خير وشر. وبعدين بيحصل اتفاق على تفجير مكان معين عن طريق كاستر تروي، وبيتم القبض على كاستر تروي وهو بيحاول يهرب. بيدخل كاستر تروي في غيبوبة والحكومة لسه ما تعرفش مكان التفجير، فبيلجأوا انهم يستبدلوا وش الضابط بوش كاستر تروي عشان يزرعوه في السجن عند بولوكس اخو كاستر علشان يعرفوا منه مكان التفجير. وبعد كده الصراع بيتعقد وكاستر بيفوق من الغيبوبة ويهدد الدكاترة يلبسوه وش الضابط ارشر، والصراع بيكمل لحد ما بينتهي بقتل ارشر لكاستر. ولكن بقالنا حوالي سنتين بيتردد علينا خبر ان في فيس اوف 2. ما تقلقش، هقولك ممكن الفيلم يمشي ازاي لو مستغرب ان في احد البطلين مات وازاي هيصحوه. بس في الاول عاوز اكلمك عن صاحب النصيب الاكبر في الفيلم وفي حلقة النهارده كمان، وهو كاستر تروي، الحيوان البشري اللي بيتمتع بالنرجسية والهمجية والعنف والشهوة والهوس والإفراط في كل شيء. كاستر تروي مش شخصية معادية للمجتمع، والشر اللي بيتمتع به مش شر مطلق، إنما شره من أجل المال، ولكنه لا يزال عنده أنانية مفرطة بتخليه ما عندوش أعز من نفسه. كاستر كمان بينحدر من عيلة فيها اضطرابات نفسية، والدليل على كده هو أخوه بولوكس تروي المضطرب أكتر منه. أهو ده بقى معادي للمجتمع وانطوائي وكمان بارانويد، بيعاني من الارتياب أو الشك المرضي في الناس. أول مشهد في الفيلم وهو وقوف كاستر تروي وتفكيره وتردده قبل ما يضرب نار على أرشر خوفا من إنه يأذي ابنه، ويحطني في تساؤل: هل التردد ده بيعكس نوع من أنواع الضمير المدفون جوه كاستر، ولا بيعكس حرمان كاستر من انه يبقى اب ويكون عيله، ولا بيعكس حيوانيه كاستر وانعدام ضميره اصلا بما انه في النهايه نفذ والطلقه اخترقت ارشر وطالت ابنه. كاستر تروي في فيلم فيس اوف هو اتنين مش واحد بس، وكل واحد مختلف عن التاني. عندنا كاستر تروي الحقيقي اللي اتكلمنا عنه، وعندنا كاستر تروي المزيف اللي بيبقى لابس وشه الضابط شون ارشر طول الفيلم. على الهامش حابب اقول ان صاحب الاداء التمثيلي الافضل هو نيكولاس كيج، كعادة أي شرير في أي فيلم دايما في خطف الأنظار، رغم إن تمثيل ترافولتا كان هايل جدا، ولكن عوامل المساعدة كانت عبارة عن ملامح نيكولاس كيج ودرجة قبوله وكاريزمته قدام الكاميرا. السر مش تكوين الشخصيات ولا الكتابة، لأن التبادل بيدي فرصة متكافئة لتبادل العمق والتعقيد والانفعالات والسركبة والشر بين الشخصيتين. النظرية بتقول إننا حبينا كاستر تروي المزيف مش الأصلي، يعني حبينا الضابط جون أرشر وهو بيمثل إنه كاستر تروي. وخليني أقول لك ليه. في الحقيقة بالإضافة لعمق شخصية كاستر تروي الأصلي وشكله المميز وكاريزمته، بيضاف بعد تاني لأبعاد الشخصية، وهو عبء جون أرشر وأحزانه ومجهوده في تمثيل الشخصية دي. لأن جون أرشر عنده معاناة صعبة جدا، إنه كل ما يبص في المراية بيشوف وش اللي موت ابنه. يعني تخيل إنك عايش في جسم عدوك ومجبر إنك تمثل إنك هو، وكمان مجبر إنك تغلط في نسختك الحقيقية وفي كل حبايبك عشان تبعد الشبهات عن نفسك. العبء ده عند أرشر طول الوقت، طول الوقت هو مجبر يبتسم ويضحك ويقاوم العياط ويخلطه بنوع من الضحك والابتسامات المسيكبة، وكمان مجبر يغلط في نفسه الحقيقية ومراته وابنه اللي مات عشان يبعد الشبهات عنه. يبقى عبء المعاناة ده بيضيف عمق جديد للشخصية. ومش كده وبس، في عمق كمان، وهو الاستمتاع بالشخصية اللي بيمثلها لبعض اللحظات. مالك مستغرب ليه؟ النظرية بتقول إن أرشر كان بيتلذذ وبيلاقي متعة جديدة من خلال وش كاستر تروي، وهي متعة خرق القواعد والحياة غير المشروعة، لأنه عاش عمره كله ضابط منضبط عنده عيلة وأسرة ووظيفة. أرشر لقى لنفسه دلوقتي متنفس يمارس فيه حاجات غير مشروعة بشكل مسموح، يعني لقى عذر يخرج فيه شره من خلال وش شخص تاني. كل ده خلى انفعالاته أكتر مبالغة، في حين إن كاستر تروي الأصلي كانت انفعالاته مبالغة برضه. فتخيل بقى، هتلاقي الجاذبية الأكبر موجودة في كاستر تروي المزيف اللي مليان هوس واندفاع وزعيق وأكشن، وبالتالي كل ده حببنا في كاستر المزيف اكتر. كمان ارشر كان عنده فرصه تخدمه في تقمص شخصيه كاستر وما تشككش الناس فيه، عكس كاستر لما جه يدعي انه ارشر. الضابط ارشر لما لبس وش كاستر كان بيجيله نوبات هلع واندفاع لما يشوف نفسه في المرايه او تحت تاثير المخدرات، ولكن كل ده ما كانش بيشكك الناس فيه، بل بالعكس كان بياكد للناس انه كاستر، لان اي سلوك غريب يصدر من كاستر تروي فهو مش غريب عليه. اتمنى تكون فاهمني. شغل دماغك شويه معايا بقول لك ايه. على الهامش بشوف ان شخصية كاستر تروي بتتشابه مع جوكر فيلم ذا دارك نايت، اللي هي شخصية هيث ليدجر، من حيث الهمجية والإفراط والأنانية والصوت ولغة الجسد. ولكن طبعا الجوكر كان أكتر تنظيما وذكاء، ومبادئه ما كانتش من أجل الفلوس وبس. ولو هنختار حيوان بيتشابه مع كاستر تروي ممكن يكون الشمبانزي، وده بيتمثل في صراخه وقت المتعة والحزن ووقت الانفعال ووقت الألم، وكمان بيتجسد في الإفراط والشهوات.
النظرية كمان بتقول إن مش المتفرج بس اللي حب كاستر تروي المزيف، وإنما كاستر تروي الأصلي كان له نصيبه من الجاذبية والكاريزما وهو لابس وش الضابط أرتشر، فهتلاقيه كان جذاب أكتر في شغله، وهتلاقي مرات أرتشر بتنجذب له قبل ما تعرف إنه كاستر، وده لأنه ساحر بيعرف يكون رومانسي. وكمان بنته جيمي بتنجذب له عن ما بتنجذب لأبوها الحقيقي، لأنها طبيعتها فيها الهمجية دي، فيها من كاستر أكتر من أبوها الحقيقي. وكمان كاستر تروي الأصلي لما لبس وش أرتشر هو لمس في عيلة أرتشر الجزء اللي كان مفتقده، وهو الأسرة والاستقرار والوظيفة والحب، ولكن ما كانش بيدي فرصة لده يسيطر على أهمية شغله ومطاردته وحبه لنفسه. كاستر تروي الأصلي عنده ابن اسمه آدم من صاحبته، وما كانش يعرف عنه حاجة ولحد ما مات ما عرفش عنه حاجة، وإنما اللي عرف من صاحبته كان أرتشر في وش كاستر المزيف. بعد انتقام أرتشر من كاستر وموت أم آدم على إيد كاستر الحقيقي بيتبنى أرتشر آدم. والنظرية بتقول إن الجزء الثاني من فيلم فيس أوف لو اتعمل يعني ما كانش مجرد إشاعة، هيكون قائم على آدم ده. يعني ببساطة مش هيصحوا كاستر تروي بعد ما مات عشان هتبقى بايخة قوي، ولكن اللي هيحصل هو إن آدم ابنه هيكبر في بيت أرتشر عدو اللدود، وبعد ما يتحكي له الحكاية وينضج هتميل كفته ناحية كفة أبوه رغم كل الظلم اللي سمعه عنه، ولكن الجينات المختلة هتفضل جواه، وده هيخليه ينفصل عن أرتشر لسنين وهو بيدبر انتقام خفي لحد ما يغتني ويبقى من أغنياء الولاية، وبعدها هيقرر يستنسخ نسخة من أبوه بالكامل عن طريق الدي ان ايه بتاعه. محتاج اسرح بخيالي واقول لك انه هيفتح قبر ابوه ويطلع منه جزء من عظمه وياخد منه علشان يستنسخ. سايبها لخيالك. زي ما احنا عارفين الانسان اللي بيتم استنساخه مش بيكون انسان كامل، وبيعيش دورة حياة قصيرة جدا وبيعجز ويشيب بسرعة، وما كانش مطلوب فعلا غير ده علشان يستنى آدم لما المستنسخ ده يوصل لسن أبوه كاستر تروي اللي لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى عليه، وياخد وشه ويزرعه لنفسه ويتحول لنسخة من أبوه بوشه الحقيقي في سن ال60 ولكن في جسم شاب. ما كانش هامم آدم إنه يبقى مسخ أو غريب حتى لو مش هيرجع وشه الحقيقي بعدها، ولكن كل همه كان إنه ياخد بطار أبوه. وأنت بقى اللي تقول لي في التعليقات لو كل ده حصل تفتكر مين هينتصر؟ آدم الابن اللي بينتقم ولا ممثل الخير شون أرتشر الضابط المتقاعد العجوز؟ هستنى تعليقك، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس علشان تشوفني تاني إن شاء الله. سلام. Hey Sean, how's your dead son?